ماشي. بصي حضرتك، انا متجوزه يعني من فتره قريبه جدا، يعني لسه عروسه جديده. متجوزه من فتره قريبه قد ايه؟ يعني من اسبوع. لسه عروسه يعني؟ اه لسه عروسه جديده. ولحق يبقى في مشكله؟ ايه اللي حصل؟ ما هو المشكله يا فندم ان انا يعني بصراحه من فتره الخطوبه وانا مش بحبه، بس اهلي كانوا متمسكين بيه جدا وما امم رضوش يخلوني افسخ. امم ولحد بعد الجواز ما مش عارفه يعني اعيش معاه، ومش عارفه، اني اسفه في يعني التعبير، مش عارفه اعمل معاه علاقه. للأسف امم كل ما يقرب مني بمنعه. و... يعني انت بقالك اسبوع عروسه، ما اه حصلش لقاء زوجي بينك وبينه؟ لا خالص. انت رافضه؟ وال... نعم. انت رافضه؟ اه يعني هو كل ما بيحاول معايا انا بتصديه؟ بصده وبرفض وما بقدرش، طب انت بحاول انا ليه يا نفسي. بنت الناس ما قلتلوش في الخطوبه بينك وبينه انا ما بحبكش؟ والله انا حاولت كتير يا استاذه مروه، بس هو ما سابنيش امم واهلي ما رضوش يخلوني افسخ، ان انا قعدت مخطوبه 4 سنين يعني هو وللاسف كان دلوقتي. حاسس ان انت ما بتحبهوش ومكمل؟ اه. طب انت في حد تاني في حياتك؟ لا ابدا خالص، والله خالص. ما مم. فيش خالص في حياتي حد. مفيش قبول نهائي تجاهه ما فيش قبول نهائي. خالص؟ هو حرام كريم ومش حارمني من حاجة، وإنسان كويس، بس أنا أجي واكيد عند بيحاول لو يظهرلك حبه عشان نفسه تحبيه. آه مم. فهو بيحاول كتير معايا في الموضوع ده، وصابر عليا بصراحة من يوم الفرح. بس أنا كل ما أحاول مش قادرة خالص. مش قادره تحسي انه يقدر يجي جنبك وحد يلمسك؟ لما بيجي جنبي مش بحس بمتعة أو باستمتاع في الموضوع ده خالص. يعني حصل ده ولا انت رفضتي انه يحصل؟ هو بيحاول، مش يعني هو بيحصل بس على خفيف. لكن انت ما زلتي مش عذراء. ما زلت بنت، أيوه. طب اهلك عرفوا القصه دي؟ اكيد ايوه اهلي الاهل عارفين طبعا. سالوا ايه اهلي اللي حصل عارفين بس اهله مش وطمنونا. عارفين. اهلي اه. عارفين بس اهله هو مش عارفين، يعني هو مفهم اهله ان خلاص حصلت بينا حاجة. لكن مم. اهلي طبعا عارفين ومتضايقين جدا. طبعا ومش اكيد. عاجبهم الوضع. مم. وبعدين احنا هنا في الصعيد، فالموضوع ده عندنا مشكلة. طبعا اكيد اكيد مم. اكيد. ويعني انا زعلانه قوي 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 من اهلك. زعلانه انك قلت لهم انا مش عايزاه وتغاضوا وتغاضوا عن كلام ربنا اللي من اهم شروط الزواج القبول. القبول ان نكون قابلين بعض، شايفاه وشايفني برضا. ازاي انتوا تغاضيتوا عن ده؟ تعرفوا ان في بعض المشايخ يقولوا ان الجواز ده غير صحيح، ويقولوا ان الجواز ده قدام ربنا غير معترف بيه. اصل الجواز مش ورق، ما بتجوزش بورقه. الجواز ليه شرطين اساسيين من يوم كده ما بدات الخليقه، ومن بدايه الخلق واحنا عارفين ان اهم حاجه القبول والاشهار والاعلان. فانت تفتقدي لاول شرط رئيسي من شروط الجواز وهي القبول. لازم يكون ليكي موقف سريع جدا، سريع مهما كانت النتائج، مهما كانت الحروب اللي هتدخلي فيها. كنت اتمنى ان الموقف ده يبقى من بدري، من قبل ما يتقفل علينا الباب. كنت اتمنى انك تكوني صاحبه راي وتقولي مش هتجوزه، وتروحي تقولي له ما بحبكش، مش عايزه اظلمك، انا ما بحبش حد تاني بس مش قادره احبك. الرسول عليه الصلاه والسلام لما راحت له امراه تشتكي انها ما فيش قبول بينها وبين زوجها، قال لها ردي اليه حديقته. الرسول قال لا ارى المتحبون الا للجواز، يعني اللي بيحبوا بعض لازم يتجوزوا، فما ينفعش ان اللي ما بيحبوش بعض يتجوزوا. ده كلام من رسولنا الكريم، كلام ديننا. لما راحت له الست تشتكي زوجها تقول له مش قادره اقبله، مش قادره، ما بحبوش، مش بايديا، مش انا مش زرار، انا مش آلة. قال لها ردي الي حديقته وسيبيه. وانا بقول لك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ردي اليه حديقته وابعدي عنه، ابعدي عنه. واهلك لازم يحترموا رغبتك، لان الحياه ما ينفعش تكون بالعافيه. واتمنى انك تقولي له بمنتهى الصراحه، واتمنى ان هو يكون راجل وما يقبلش ان الست تكون عايشه معاه وهي ما بتحبوش. اتمنى منه واتمنى من اي راجل بيسمعني، لو حسيت في فتره الخطوبه ان خطيبتك مغصوبه عليك، بتعاملك وحش. واكيد انتوا يا رجاله فاهمين قوي الفرق الشاسع بين واحده بتحب وبتتمنى لك الرضا ترضى، وبين واحده بتعصر على نفسها ليمون عشان تاخدك، او بتعدي يعني مغصوبه قوي، او اهلها غصبينها. فعيب قوي تكون راجل ودمك حر وتقبل على كرامتك ست مش عايزاك، راجل تقبل الست اللي عايزاك عشان تحس برجولتك معاها.
لكن طول الوقت تقدم تنازلات وفاهم انها هتحبك، الحب صدقوني ما بيجيش بالتنازلات. ربنا يهدي لك حالك يا رب، وتقدري تحلي الامر في اسرع ما يكون.